ايه الفرق الحقيقي بالتجربة العملية بين تردد ال 2.4 جيجا هرتز وتردد ال 5 جيجا هرتز في الراوتر بتاعك؟ وهل انت محتاج تابجريد لتردد ال 5 جيجا هرتز في الراوتر بتاعك لو الراوتر بتاعك مش بيسبورت التردد ده؟ ولا تردد ال 2.4 جيجا هرتز هيبقى كويس بالنسبة لاستخدامك وانت مش محتاج تعمل ابجريد وتستخدم تردد تاني او تشتري راوتر تاني بسعر اغلى؟ ده بقى اللي هنعرفه في فيديو النهارده، ولكن بالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وفولو وشير لو بتتفرج من على الفيسبوك وسبسكرايب لو بتتفرج من على اليوتيوب. زمان ايام الواي فاي 4 كان كل راوترات الانترنت المنزلي اللي احنا بنشتريها بتستخدم الجيل الرابع من الواي فاي اللي هو 802.11n، وده كان بيشتغل على تردد 2.4 جيجا هرتز. كان في تردد 5 جيجا هرتز في الاجيال الاقدم كمان من الجيل الرابع، ولكن كانت بتبقى سرعته محدوده، ما كانش بالتقنيات الرهيبه اللي احنا بقينا نشوفها دلوقتي في الجيل الخامس والسادس في الواي فاي. ففيديو النهارده احنا عايزين نعمل كده مقارنه بين ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز، ومش هعملها على راوتر واي فاي 6. يعني انا لما فكرت قلت لا، لازم اعمل المقارنه ديت على راوتر واي فاي 5 علشان معظم الراوترات اللي موجوده دلوقتي واللي انت ممكن تشتريها هي واي فاي 5. الواي فاي 6 لسه ما انتشرش، فانا عايز اقارن لك بين المتاح اللي انت تعرف تشتريه وسعره برضه مناسب ليك، وتشوف هل وانت بتشتري راوتر جديد تجيبه 2.4 جيجا هرتز بس سنجل باند، ولا تجيبه دول باند يبقى فيه 5 جيجا هرتز مع 2.4 جيجا هرتز. واستخدامك ده طبعا انت اللي هتحدده لما تشوف الفيديو ده، على حسب استخدامك هتشوف ايه الفروقات بينهم، وهل انت محتاج الحاجات اللي ال 5 جيجا هرتز ده هيقدمها ولا لا. ولكن في اساسيات كده لازم نتعرف عليها قبل ما نبدا الاختبار بتاعنا ونعرف ايه الاجهزه اللي احنا هنختبر بيها النهارده. هو اول حاجه طبعا زي ما كلنا عارفين ان ال 2.4 جيجا هرتز بيديك كفرج اكبر، بيقدر يغطي مساحه اكبر في البيت عندك من ال 5 جيجا هرتز. 2.4 جيجا هرتز المتوسط بتاعه ان انت لو حط راوتر في نص البيت يقدر يغطي لك 150 متر. ال 5 جيجا هرتز لو انت حط راوتر في نفس الاوضه فبيبقى بيجيب الاوضه اللي هو فيها والاوضه اللي جنبها، يعني مش احسن حاجه، ولكن ما يقدرش يجيب اكتر من الاوضه اللي جنبها. ولكن الاختلاف طبعا في الداتا ريت، كميه نقل البيانات اللي بتتنقل بين ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز. كل ما عليت بالباند كل ما التغطيه قلت، ولكن اداك داتا ريت عاليه جدا. مش بس الداتا ريت، ده كمان بيديك بينج افضل وبينج مستقر جدا عشان تعرف تلعب لو انت بتلعب بقى العاب اونلاين او بتتكلم مكالمات صوت او مكالمات فيديو. كمان في ميزه في ال 5 جيجا هرتز وهي ان هو ما عليهوش تشويش. يعني انت مثلا في 2.4 ممكن تلاقي الانترنت عندك ضايع بطيء فاصل مثلا في المكان اللي انت فيه، بيشتغل بالعافيه البنج عالي، وتقعد بقى تغير التشانل بتاعت الراوتر تلاقي في نويز، في عندك ناس كتير قوي حواليك مستخدمين نفس الترددات تقريبا. يعني العالم كله كل الناس عندها 2.4 جيجا هرتز، فانت في المحيط اللي انت فيه او في المكان اللي انت فيه لو فتحت كده الواي فاي هتلاقي شبكات بالهبل حواليك. طب هيجي واحد يقول لي يا عم انيس، طب انا هستفيد ايه من سرعه نقل البيانات العاليه جدا دي؟ ما 2.4 جيجا هرتز ده انا مشترك في سرعه 30 ميجا انترنت فمشغلها لي فالدنيا حلوه. يعني ايه بقى الاستفاده من 5 جيجا هرتز والانترنت عندي 30 ميجا؟ الاستفاده في نقل الملفات بين الاجهزه عندك وبعضها في البيت. يعني انت مثلا موصل الراوتر بتاعك بالبي سي وحبيت تنقل ملف للموبايل، فتنقله مثلا بسرعه 30 او 40 ميجا على 2.4، ولا تنقله بسرعات بتوصل ل 500 و600 ميجا في الثانيه من الكمبيوتر للموبايل. فالفرق رهيب وهنشوفه دلوقتي، هنشوف كل التجارب دي دلوقتي حالا. الراوتر اللي هنستخدمه في الاختبار بتاع النهارده هو تي بي لينك في ار 600 فيرجن 3. الراوتر ده من اقوى الراوترات اللي موجوده في الواي فاي 5. راوتر فيه كل التقنيات اللي انت ممكن تحتاجها وممكن تتخيلها للواي فاي 5. اتكلمنا عن الحاجات دي كلها في فيديو المراجعه بتاعته، لو ما شفتش الفيديو اكتب في ار 600 محمد انيس هيظهر قدامك على اليوتيوب. والموبايل اللي هنستخدمه في الاختبار بتاع النهارده هو الايفون 13 برو ماكس، موبايل من اقوى الموبايلات في العالم في دعم كل التقنيات المتعلقه بالشبكات. والموبايل ده زي ما كلنا عارفين هو بيدعم الواي فاي 6 اصلا، فبالتالي هو داعم لكل تقنيات الواي فاي 5 اللي احنا هنختبر بيه النهارده. طبعا احنا ما عندناش في مصر سرعات انترنت مجنونه علشان نعرف نتست القدرات ديت على السرعات دي، فبالتالي احنا بنعمل ايه؟ بنستخدم سيرفر اسمه اوبن سبيد تيست. ده سيرفر بتنزله على الكمبيوتر عندك، برنامج وبتقدر تتست منه الموبايلات او تست منه النتورك عندك عموما، تشوف سرعه نقل البيانات بين الكمبيوتر اللي متوصل براوتر عن طريق كابل والواي فاي بتاعه. فبالتالي انا البرنامج ده الموبايل هيتست من البرنامج اللي على الكمبيوتر عن طريق الواي فاي بتاع الراوتر اللي الراوتر متوصل بالكمبيوتر، فيقدر يحسب لي بالظبط الداتا بين الموبايل والكمبيوتر. طبعا انا هعمل لكم فيديو لو حابين عن برنامج اوبن سبيد تيست، اكتبوا لي كده في الكومنتات علشان لو حد عايز بقى يختبر قدرات الراوتر بتاعه ويشوف ويقدر يقارنه بين الراوترات اللي احنا بنعملها هنا على القناه ويشوف هو محتاج يابجريد ولا لا. تاني برنامج هو ابلكيشن اسمه فينج، وده بنقدر نتست منه البنج بتاعنا علشان نعرف بقى البنج مظبوط ولا لا، ونقارن النهارده البنج بين ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز. واول اختبار معانا لسرعه نقل البيانات على الواي فاي وانا واقف في نفس الاوضه اللي الراوتر موجود فيها. فبالنسبه لتردد 2.4 جيجا هرتز فمتوسط سرعه الداونلود كانت 65 ميجا،
والابلود 97 ميجا. انما بقى في ال 5 جيجا هرتز فمتوسط سرعه الداونلود وصلت ل 628 ميجا، متوسط سرعه الابلود وصلت ل 673 ميجا. انتوا متخيلين الفرق؟ يعني من 65 ميجا ل 627 ميجا. تخيل بقى انت عايز تنقل ملف من الكمبيوتر بتاعك للموبايل بتاعك، شوف بقى الموضوع هيبقى عامل ازاي. تخيل انت ربنا كرمك بعد كده في المستقبل وبقى في عندنا انترنت في مصر 600 ميجا مثلا، فشوف الراوتر ال 5 جيجا هرتز هيقدر ينقل لك ال 600 ميجا دي ازاي. فده يعني في نفس الراوتر اهو بنفس التقنيات الجباره، وراوتر هاي اند وجامد جدا. شايف الفرق بينهم تقريبا 10 اضعاف السرعه. معلومه بس عايز اقولها، الاوبن سبيد تيست ده بيتست البنج برضو، بس هو مش دقيق، يعني الدنيا ما بتبقاش فيه دقيقه 100%، عشان كده احنا البنج هنتسته بابلكيشن تاني. الاختبار اللي بعد كده بقى وانا واقف في الاوضه اللي جنب الاوضه اللي فيها الراوتر، وكنت على بعد تقريبا 8 او 9 متر من الراوتر، ومتوسط سرعه الداونلود على تردد 2.4 جيجا هرتز كانت 61 ميجا، والابلود كانت 73 ميجا. انما تردد ال 5 جيجا هرتز وصل معايا في الداونلود لمتوسط سرعه 328 ميجا في الداونلود و506 ميجا في الابلود. لو تلاحظ لما بعدنا شويه عن الراوتر في الاوضه اللي جنبها، ال 2.4 جيجا هرتز ما تاثرش قوي، يعني الموضوع ما كانش كبير لان هو تغطيته اكبر. انما ال 5 جيجا هرتز اتاثر، يعني تقريبا احنا قلنا في الداونلود لنص السرعه، وفي الابلود قل شويه، قل 100 ميجا مثلا. تالت اختبار عملته بقى وانا واقف في تالت اوضه من الاوضه اللي انا فيها دلوقتي، وكنت تقريبا على بعد اكتر من 12 متر من الراوتر. فبالنسبه لتردد 2.4 جيجا هرتز متوسط السرعه وصلت فيه ل 36 ميجا في الداونلود و29 ميجا في الابلود، وكان شغال بشكل طبيعي ومستقر، ولكن السرعه فيه بس هي اللي قلت، وده طبعا طبيعي عشان المسافه بعدت. انت لو حطيت الراوتر في نص البيت دي هتبقى تقريبا لو شقتك 150 متر ابعد نقطه ليك. انما بقى لو رحنا نشوف تردد ال 5 جيجا هرتز فالدنيا فيه باظت تماما طبعا على المسافه ديت، وما قدرش يوصل الانترنت ليها. متوسط سرعه الداونلود كانت 7.9 ميجا، متوسط سرعه الابلود كانت 9.5 ميجا. ولكن الفكره ان هو مش موصل فعلا ال 7 ميجا وال9 ميجا دول مظبوطين، هو اثناء ما هو بيوصلهم الداتا عماله تروح وتيجي وتقطع وتروح، والدنيا كانت ملخبطه، وده هنشوفه في الجزء بتاع البنج. فالتجربه دي كده اكيد فهمتك الفرق الفعلي بين تردد ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز. طول ما انت قريب من الراوتر فال 5 جيجا هرتز اقوى واحسن، تبعد عن الراوتر تلاقي ال 2.4 هو اللي بيسد معاك، انما ال 5 وقع معاك تماما. ال 5 اخره الاوضه اللي جنب الاوضه اللي فيها الراوتر بس. فلو جينا بقى نشوف اختبار البنج وانا واقف في نفس الاوضه اللي الراوتر موجود فيها، هنلاحظ ان تردد ال 2.4 جيجا هرتز مش مستقر، البنج عمال يعلى وينزل، ووصل معايا للماكسيموم بتاعه 32 ملي سكند، والمتوسط بتاعه كان 10 ملي سكند، واقل حاجه وصل لها 5 ملي سكند. لو تلاحظوا اصلا هو لما بيجي يعلى وينزل بيعلى الحاجات جامده جدا، يعني هو بيبقى مثلا 10 ورجع يعلى ل 30 وينزل تاني، فده حاجه عمرها ما تخليك تعرف تلعب بشكل مظبوط. انما لو خدتوا بالكم من ال 5 جيجا هرتز، هو لما كان بيقعد يطلع وينزل كان بيتراوح بين الثلاثه والاربعه والخمسه او الثلاثه والسته، يعني كان لا يتراوح غير بين 2 او 3 ملي سكند بيلعب فيهم، فما كانش بيعلى الحاجه اللي تخليه ياثر عليه. فاقصى حاجه وصل لها هي 6 ملي سكند، واقل حاجه وصل لها هي 2 ملي سكند، والمتوسط بتاعه كان 5 ملي سكند. فمن هنا بقى بالتاكيد لو انت هتلعب في نفس الاوضه اللي الراوتر موجود فيها، فبالتالي لازم تستخدم ال 5 جيجا هرتز، لان اكيد هيفرق معاك في اداء الالعاب لو انت موبايل جيمر بقى، يعني مركز قوي في الجيمنج. لو انت بتقعد تلعب كده جيم كل يوم مش فارقه معاك، فالموضوع برده مش هيفرق معاك. لو رحنا بقى الاوضه الثانيه اللي جنب الاوضه اللي فيها الراوتر علشان نشوف انهي هيبقى افضل على المسافه دي، فنلاحظ ان ال 2.4 هرتز برضه بيحصل فيه نفس المشكله، ان هو يقعد كده يطلع وينزل، ووصل معاه للماكسيمم ل 94 ملي سكند، والافريج بتاعه كان 11، ونزل في اوقات لحد 2.3 ملي سكند. ولكن ان هو يطلع وينزل دي اكيد بسبب نويز، اكيد عدم الاستقرار ده مش هيخليك تعرف تلعب. انما بقى ال 5 جيجا هرتز بالرغم ان هو برضه مش في نفس الاوضه اللي الراوتر موجود فيها، ولكن كان برضه الدنيا مستقره، يعني كان مفيش اكتر من 4 ملي سكند فرق بين اقصى حاجه واقل حاجه. لو شفنا هنا هنلاقي ان اقصى حاجه وصل لها كانت 7 ملي سكند، واقل حاجه 3 ملي سكند، والمتوسط كان 5 ملي سكند. فانت حتى لو هتلعب في الاوضه اللي جنب الاوضه اللي فيها الراوتر فبرضه ال 5 جيجا هرتز يعتبر افضل ليك. بس ايه اللي هيحصل بقى لو رحنا لتالت اوضه، الاوضه اللي هي البعيد اللي الدنيا ما بقى ال 5 جيجا هرتز فيها كان ضاع خالص وما بيقدرش يوصل للمسافات دي؟ فلو جينا نشوف كده ال 2.4 جيجا هرتز هنلاقي نفس العادي بتاعه، ان هو بيبقى تحته يطلع نفس الطلعه اللي بيطلع وينزلها ديت، والماكسيمم بتاعه اقصى حاجه وصل لها 34 ملي سكند، والافريج كان 8، والمينيمم 3. مش عارف ازاي لما كان في الاوضه الثانيه كان جايب بنج اعلى من كده، بس هو ده 2.4 جيجا هرتز. توقعوا منه ان هو بيقعد يطلع وينزل كده وتهييس، انت ما انتش فاهم له اي حاجه في البنج ده، طبعا بسبب النويز زي ما انتوا عارفين. لو جينا بقى نشوف ال 5 جيجا هرتز فاحنا هنلاقي ان الدنيا معانا حصل فيها مشاكل، لان الداتا مش واصله لحد هناك، فبيحصل باكيت لوس. لو بصيت كده هنا هتلاقي في باكيت لوس
6.7%. في بعض الاحيان كانت الداتا بيحصل فيها لوس، البيانات بتفقد. والماكسيمم بينج كان 11 ملي سكند، والمينيمم كان 3 ملي سكند، والافريج كان 7 ملي سكند. البينج كويس، ولكن في فقد للبيانات، فده يعني اسوأ من ان البينج يبقى عالي. فكده ال 5 جيجا هرتز احنا عرفنا خلاص في البينج اخرنا الاوضه اللي احنا فيها والاوضه اللي جنبها، ولو كمان مش بعيد قوي، لو انت بقى حاطط دولاب في النص واخد الموبايل تحت البطانيه ممكن يبوظ معاك في الاوضه اللي جنبها. انا بجرب وانا ماسك الموبايل كده في ايدي، مش قافل عليه او مش حاطه تحت حاجه او مش مداري عليه في حاجه. طب الملخص بقى يا عم انيس، نشتري راوترات دول باند فيها 5 جيجا هرتز، ولا نوفر فرق الفلوس ده وما نشتريهاش؟ او لو احنا عندنا راوتر 2.4 سنجل باند فنستخدمه خلاص وما نغيرش؟ انتوا شفتوا قدامكم التجربه العمليه بالاختبارات، وانتوا دلوقتي اللي تقدروا تقرروا هل انتوا فعلا محتاجين تابجريد لحاجه فيها 5 جيجا هرتز ولا لا. طبعا اي راوتر 5 جيجا هرتز ده بيبقى دول باند، مفيش راوتر او اكسس بوينت بيبقى 5 جيجا هرتز بس. ال 5 جيجا هرتز بيبقى على طول مع 2.4. طبعا ده بالنسبه لراوترات الانترنت المنزلي اللي احنا بنستخدمها في البيت. في راوترات تانية بتستخدم في استخدامات تانية ممكن تبقى 5 بس، وممكن تبقى حاجات غير ال 5 اصلا. فشوف انت بقى محتاج الجيمنج، او محتاج نقل الملفات، او محتاج الاثنين مع بعض، او محتاج سرعه انترنت اكتر من 30 ميجا، لان انت لو عندك سرعه انترنت 70 ميجا مثلا او 100 ميجا ف 2.4 مش هيبقى احسن حاجه معاها. لازم عشان تاخدها فايقه كده تبقى معاك 5 جيجا هرتز. لو انت محتاج حاجه من الثلاثه دول فبالتاكيد هتروح تجيب راوتر دول باند. مش محتاج حاجه من الثلاثه دول فخليك في الراوتر بتاعك ووفر فلوسك وما تدفعش فلوس زياده على الفاضي. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم، وفولو وشير لو بتتفرج من على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتتفرج من على اليوتيوب. شكرا جدا على المشاهده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.